تواصل شركة تانجا موبيليتي المحدثة خصيصاً لتدبير مرفق النقل الحضري بمدينة طنجة خطواتها نحو تحديث أسطول الحافلات في عاصمة البوغاز من خلال فتح الأظرفات المتعلقة بطلبات عروض لاقتناء حافلات الجيل الجديد ضمن مشروع طموح يشمل أيضاً مدينة تطوان. وحسب مصدر مطلع، فإن الصفقة عرفت مشاركة 5 شركات عالمية رائدة في صناعة الحافلات، من بينها 4 شركات صينية وشركة سكانيا السويدية المعروفة بجودة صناعتها في مجال النقل الحضري. وتشمل الصفقة اقتناء 467 حافلة متطورة سيتم توزيعها على قطبي جهة الشمال، حيث ستخصص 300 حافلة لتطوان و167 لطنجة. وقد أطلقت وزارة الداخلية طلب العروض بشكل موحد بين عدد من المدن لتقليص الوقت وتبسيط المساطر الإدارية، كما هو الحال بين طنجة وتطوان، الدار البيضاء وبن سليمان، مراكش وفاس. وبالتوازي مع الصفقة يجري التحضير أيضاً لإطلاق مناقصة جديدة لاختيار الشركة التي ستتولى تسيير الأسطول الجديد، وسط اهتمام واضح من شركة ألزا الإسبانية التي راكمت تجربة طويلة في تدبير النقل الحضري بطنجة وعدد من المدن المغربية، مما يجعلها مرشحاً قوياً للفوز بهذه الصفقة. ويتوقع أن يبدأ تشغيل الحافلات الجديدة الذكية في شوارع طنجة مع مطلع سنة 2026 بعد استكمال عمليات الشحن والتصنيع التي ستتم على دفعات، نظراً للإقبال العالمي المتزايد على هذا النوع من وسائل النقل الجماعي الحديثة بيرن. ومع دخول الأسطول الجديد حيز الخدمة، سيكون ذلك إذاناً بانتهاء فترة حافلات شركة ألزا التي تهيمن حالياً على شوارع المدينة،